ظلموا البريء والله. والله ظلموا البريء. ظلموا البريء في مرضه واتهموه ان هو جاي مصر عشان ياخد كلية ابراهيم شيكا. شوفوا لدرجة ايه دماغهم ربطت الاحداث ببعض. وسيم يوسف الانسان اللي ما كانش فيه حد مصدق ان هو عنده كانسر، مع انه صور عملية جراحية وقطع في الفخذ واخدين العضلة من الفخذ كاملة عشان الكانسر اللي فيها. فالناس صورت الجهاز اللي في رجليه وقالوا ان ده جهاز غسيل كلى، مع ان هو متصور هو بيتاخد منه من رجليه بيسحب الدم الفاسد. رغم كده محدش طلع صحح الكلام ده. سيبكوا بقى من كل ده، الاقوى والاصح والمعلومه اللي هتبقى في الصميم اللي هتدمر فكر الفسده. وسيم يوسف لما جابوا له فيديو منتشر في مصر كلها لما كان بيقول ان هو في العجوزه وبيصور الشوارع بتاعت العجوزه. اقسم بالله اقسم بالله انه عندنا مثل في الامارات يقول لك تعب سنه يروح بسفر لمصر. المشي بشوارع مصر يسوى الكوكب وما فيها. انا لازم امشي ومصر تساعدك على المشي، تساعدك بطريقه جميله. والاجواء قبل رمضان بمصر رهيبه، بدوا تزيين الشوارع. الحين الاجواء في مصر رهيبه، وقبل رمضان انسى. اللي يقول لك مصر كوكب ثاني فعلا انها كوكب ثاني. والله لما جاني السرطان كنت ادعي الله اقول يا رب خلني ادرك رمضان بس. امشي على الكوبري والسوق ابتسم بوجوه الشعب المصري. يا اخي انا ما اعرف انا وين، اقسم بالله والله العظيم ما اعرف وين، بس يا اخي ما اعرف. شوف هذا ما تشوف الا بمصر، اقسم بالله ما اعرف انا وين، اقسم بالله. العجوزة، العجوزة اسم المنطقة. شوف اسم المنطقة العجوزة. يا الله الله يديم النعمة. بتاريخ كام؟ 19/2/2025 ده كانت أول مرة لوسيم يوسف يدخل مصر قبل رمضان بأيام. خلاص شفنا الحتة دي، اتأكدنا إن هو كان في العجوزة، كان بتاريخ 19/2. عارفين إبراهيم عمل عمليته إمتى؟ أول عملية تحويل مسار اللي كان فيها الجرح كانت إمتى؟ أكيد أنتوا عارفين، أنا بقى عملت لكم أكتر من كذا فيديو بقول لكم فيه تاريخ عملية إبراهيم شيكا. كان يوم 22/12/2024 كان إبراهيم عمل عمليته الجراحية. كان وسيم يوسف عمل عمليته الجراحية في أمريكا بتاريخ 17/7 في شهر 7 كده. هبقى أحط لكم السكرين ده. إيه الربط؟ مفيش ربط، مفيش أي صلة خالص. أنتوا إزاي وصلتوا بقى ده؟ إزاي وصلتوا ده بده؟ ده عامل عمليته وخلص منها وعدت على خير، وده كان عامل عمليته بعد عملية وسيم في شهر 12، ده عاملها في شهر 7. أتمنى كل الناس تصدق إن السوشيال ميديا على حسب قوتها بتأثر على مخك. لازم يكون مخك قوي وواعي ومستوعب الأحداث والتواريخ. التواريخ هي الحاجة الوحيدة اللي هتثبت ترادف الأحداث. يلا مع السلامة.